الحمارة وهي بتطلع في الراح اتخبطت في الجدار. لا حول ولا قوة الا بالله. هي ماتت من ايه يا ماما؟ انا عارفه ايه، احنا جينا نبص عليها الصبح لقيناها ميتة كده زي ما انت شايف كده، لقيناها ميتة كده. كنا جايين ناخدوا بقى، جايين عشان نحلوها، عشان ناخدوا العربية ونروحوا التقوي عشان رايحين نزرعوا البطاطس. دخلنا عليها لقيناها ايه، لقيناها ميتة. والله العظيم البهيم والحيوان بيصعب اكتر من البني ادم. والله العظيم الواحدة بتزعل اكتر من بتزعل على موت الحيوانات اكتر من البني ادمين. لما صبحنا الصبح لقينا جايين نحل الحمارة عشان ناخدها وناخد التقاوي بتاعتنا ونروح نزرع. دخلنا عليها لقيناها ميتة كده، وزمانها يا عيني كانت عمالة تعافر على اخرها، عمالة تعافر وتتخبط في الحيطان شمال ويمين وروحها بتطلع، ومفيش حد حتى شايفها حتى، ولا حد حاسس بيها ولا حد سامعها، والزريبة مقفول عليه. طب هاتي ليه؟ مش حيوان يا ابني وروح. يلا يلا خلينا نروح نزرعوا الارض. امر ربنا بقى، امر ربنا. يلا يا محمد يلا خلينا نمشي. طبعا يا جماعه احنا وصلنا هنا الارض اهو ان شاء الله، عشان ان شاء الله باذن الله كده هنبدا الزراعه. والجرار تحت هناك اهو، الجرار قدامكم تحت هناك اهو بدا الزراعه. طبعا على ما انا ما وصلت كان بركات شاف عربيه وشاف الحصان اللي هناك دي وجاب العربيه ديت عشان خاطر ايه، يحول عليها التقاوي. فاحنا ان شاء الله هنبدا زراعه النهارده، وهعرفكم ان شاء الله احنا هنزرع على كام. هنزرع على 18 ولا ال 15 بردك، ولا ال 25 ولا ال 30. تعالوا معايا عشان نشوف ان شاء الله احنا هنزرع على كام. كده يا جماعه بدانا زراعه، والله صل على النبي. بدانا زراعه كده، زراعتنا ان شاء الله باذن الله هتبقى على 20. الزراعه هتبقى على 20. الله ينور يا ابراهيم. احنا ان شاء الله لا هنزرع على 18 ولا على 15 ولا ال 25 ولا هنزرع على ايه، على ال 30. احنا كده بنزرع على ال 20. خير الامور الوسط. بنزرع على 20، لا تبقى ضيقه ولا تبقى واسعه. نعم يا علي. ركبك. حاضر. صبع على الناس الاول، قول لهم صباح الخير. صباح الخير. عشان انا ما صبحتش عليهم، عشان انا زعلانه عشان الحماره ماتت. انت زعلان ولا لا؟ زعلان عشان الحماره؟ صح؟ مش انت كنت بتحب الحماره؟ يعني انت زعلان عشان الحماره يا علي؟ ماشي يا حبيبي. صبع على الناس بقى، قول لهم صباح الخير. صباح الخير. قول لهم كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. لا بص لهم هنا، قول لهم كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. قول لهم بقى بحبكم كلكم. حبيب قلبي ماما. كده جرار اللهم صل على النبي لف اهو ودير وايه، وجابها من اول الارض تاني. طبعا يا جماعه الخط اللي انتوا شايفينه ده بتاع الجرار بتاع الزراعه بيبقى 75 سم. يعني يعني الخط بيبقى 75 سم، والزراعه على ال 20 زي ما انتوا شايفين كده. شايفين؟ ولا عين اللهم صل على النبي بنفوت دايما. كل العيون شغاله، كل العيون، كل عين بنحط فيها زي ما انتوا شايفين كده قدامكم اهي. وزي ما انتوا شايفين التقوي قدامهم اهي متخرطه جاهزه، فهم
هم بياخدوا من قدامهم ويحطوا فين، ويحطوا في القلب العين، ما بيفوتوش ولا عين، ما ينفعش يفوتوا ولا عين، عشان خاطر لو فوتنا عين واحده طبعا البطاطس، الزراعه بتاع البطاطس هتبقى واسعه. انا طبعا حبيت ازرع على 20 عشان خاطر زراعتي تبقى محبكه وما تبقاش واسعه زياده عن اللزوم. وان شاء الله باذن الله ربنا هيرزق ويرزقنا ويرزق الجميع ان شاء الله، ويخضر لنا ويخضر لكل فلاح باذن الله. طبعا يا جماعه مقاس الخط اللي انتوا شايفينه ده الخط اهو، مقاس الخط ده 75 سم، يعني مقاس الخط بتاع السطاره بتاع الجرار 75 سم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الخط العريض ده تركيب، انا هعمل التركيب هنا في ريح الحاد زي ما انتوا شايفين كده، هعمل التركيب في ريح الحاد. الخط ده 75 سم. ادي البطاطس قدامكم اهي زي ما انتوا شايفين كده. البطاطس قدامكم بياخدوا من قلب الصندوق اللي فيه البطاطس ويحطوا في ايه، ويحطوا في العيون بتاعت السطاره زي ما انتوا شايفين كده. هو طبعا ما بيعملش الوسائد دلوقتي، هو بيلف وبعد كده هيعمل الوسائد الاخر، عشان لو الوسائد اتعملت الاول يبقى كده ايه هيهرس عليها. الوسائد دي يا جماعه بتبقى اخر حاجه خالص، اخر حاجه. كل اللهم صل على النبي عمال يزرع هنا، كله عمال يزرع هنا. يعني اليومين دمت يا جماعه موسم الزراعه، يعني احنا بنزرع وفي جيران بتزرع والناس كلها حوالينا بتزرع. ايه عدو، صباح الخير يا عدو. برضو ايه يا شيخ احمد؟ ايه مفتش التموين؟ هو فاق اه والله الشيخ احمد مفتش تموين بس ما بيخدمناش الشيخ احمد خالص، مش عارفه ليه. من بره كمان. ماشي يا عم، كل سنه وانت طيب يا شيخ احمد. بتزرعوا على كام يا شيخ احمد؟ بتزرع على كام؟ لا انت بتزرع على كام؟ على كام؟ على 20 ولا 25 ولا 30؟ على 25. اشمعنى بقى؟ انا بزرع على 20. لا انا بحب زراعه ال 20، بحب زراعه تبقى محبكه. ده مكبر الحته والله مكبرينها يا شيخ احمد. لا والله جبت شكاره كرة دنمارك الشمسيه احلى بطاطس. رحت الواد البرنامج قاعد قدامي عند جامعه البنات، جبتها منه؟ ما لقيتش عنده، قال لي هجيب النهارده. لا والله. كل سنه وانت طيب يا شيخ احمد. طبعا الجرار ماشي بالراحه يا جماعه، عشان ما ينفعش ان هو يسرح شويه عن كده، لازم يمشي بالراحه عشان خاطر الناس اللي ورا منه يعرفوا يحطوا البطاطسيه وما يفوتوش عين، لو الجرار سرع يبقى في عيون هتتفوت. لازم يمشي بالراحه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طبعا يا جماعه للناس المحترمه اللي بتسال على محمد ابني واقف هناك اهو، عشان الناس اللي بتسالني عليه وبتسالني على ياسين. وادي علي راكب الجرار اهو انتخ على اخره. ادعوا لنا كده بالتسهيل ان شاء الله، ربنا يسهل لنا ويخضر لنا باذن الله. يا سيبه ما تزهقهوش، ما تزهقش علي. كده محمد ابني هم خلصوا القدامى مع السطاره، ومحمد ابني خد عشان ايه، عشان يفضلهم اهو، يفضوا قدامهم. القراطين يا جماعه بينزرعوا بشكاره واحده، القراطين بينزرعوا بشكاره واحده. لازما يا جماعه التحبيك على الزراعه يا جماعه مفيد قوي. حبك على زراعتك وادي للارض حقها، هتديلك ان شاء الله محصول. انما توسع الزراعه، يعني الشيخ احمد بيقول لي بزرع على 25، طبعا 25 متوسط برضك مش وحش، انما ال 30 هو اللي بيبقى واسع قوي زياده عن اللزوم. طبعا انا بحب زراعه ال 20 زي ما قلت لكم، احب الزراعه عندي تكون محبكه، وان شاء الله باذن الله بفضل ربنا ان شاء الله ربنا هيقدرنا برضك وندي لها حقها من سماد، من كيماوي،
ومن المغذيات بتاعتها ومن جميع العناصر بتاعتها ان شاء الله. ربنا هيقدرنا ونديلها ايه، ونديلها حقها ان شاء الله. بس اهم حاجه ان انا ادي للارض حقها واحبك عليها، وبعد كده ايه ربنا هيسهلها ان شاء الله، ونديلها برضك حقها في العناصر وفي الكيماوي وفي المغذيات بتاعتها كلها ان شاء الله. باذن الله هنخلص الارض ديت اللي انتوا شايفينها ديت قدامكم اهي، وان شاء الله باذن الله هنرجع على الارض الثانيه برضك قدامكم اهي. هنزرع الاثنين مع بعض، والاثنين بنفس التقاوي الدنمارك الشمسيه. ما بنزرعش، انا ما بزرعش، واكتر الناس هنا ما بيزرعوش الا بالدنمارك الشمسيه. احلى تقاوي، وفي نفس الوقت اسعارها هاديه مع الفلاح. مش معنى ان هي اسعارها هاديه يا جماعه يبقى هي كده وحشه، لا طبعا. في ناس بتقدر الفلاح وبتخاف عليه وبتسنده، يعني الناس اللي هم الاستاذ خالد ابو الفتوح والناس ديت ما بتسيبش الفلاح بعد ما بيزرع وخلاص، لا. الناس بعد الزراعه ما بتنزرع في وقت الحصاد بقى بينزلوا بقى يلفهم هم والناس بتوعهم. الناس اللي هم معاهم طبعا بيروحوا يلفوا على جميع الفلاحين اللي هم زارعين البطاطس الدنمارك ديت، ويلفوا ويبصوا عليها عشان خاطر يشوفوا انتاجهم عامل ايه ومحصولهم عامل ايه، هل هو حلو ولا هل هم مقصرين مع الفلاح. بس بعون الله هم مش مقصرين، هم بيعملوا اللي عليهم وزياده ومتعاونين مع الفلاح، وبينزلوا يبصوا على زراعتهم زي ما قلت لكم، وكل حاجه بيقفوا هدف وبيقفوا ايد واحده مع الفلاح. حتى في اسعار البطاطس بتاعتهم الشكاره بتبقى اقل من 200 ل 300 من البطاطس التانيه. سامحوني طبعا ان انا ما صبحتش عليكم النهارده يا جماعه، والله العظيم انصدمت لما شفت الحماره ميت، انصدمت. بس الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. انا ما زعلتش على المال والله العظيم يا جماعه، لا، انا زعلت على الروح مش على المال. انا زعلت على الروح، ما زعلتش على المال، لان هي مهما كان حيوان اخرس وبرضك عنده روح زي البني ادمين بالظبط. واد حصان يعض. ايه؟ واد حصان يعض. عايز يفتح بقه وعايز يعض برضه، بس هو جعان عايز ياكل. هما بيبصوا لي. خلاص انا بخاف منهم قوي الحصانه دي. طبعا يا جماعه احنا كده خلصنا الارض الاولانيه، ان شاء الله اتغيرنا على ايه، على الارض الثانيه. وبرضك يا جماعه بنزرع على 20، مش 25 ولا 30، برضك بنزرع على 20. بس طبعا انا كنت بقول ده الزراعه واسعه، فطبعا هو يعني نزل شويه على من غير ما يتردموا، ووراني الزراعه. لقيت اللهم صل على النبي الزراعه كده، الزراعه قدامكم كده. على رسول الله يا جماعه، احنا كده اللهم صل على النبي شايفين بقى كده الارض كلها خلصت قدامكم اهي. احنا كده خلصنا الزراعه الحمد لله، ودلوقتي الجرار تحت بيعمل فيه الوسايد، بيعمل الوسايد التحتانيين، وان شاء الله هيجي هنا يعمل الوساده اللي هنا رخره قدامكم. الوساده دي يا جماعه هتبقى 4 خطوط تحت وساده، وهنا بردك 4 خطوط تحت، وهيبقى فيه انيتين في النص، ادعوا لنا بقى كده ربنا يخضر لنا ويخضر لكل من كان يا رب، وكل فلاح بيشقى وبيتعب وبيكلف على زراعته ربنا يخضر له يا رب. وكل سنه وانتم طيبين وبالصحه والسلامه، وادعوا لنا ان شاء الله كده ربنا يرزقنا.